ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. العام إلى جانب سيميوني إنزاغي الذي يريد أن يرسم أفكاره ويقدم أفكاره كاملة لعناصر، لعناصر اللاعبين. تسديده في محاولة لمخادعة بوصل الدوسري وتحديدا في مباراة ريال مدريد. الكرة اللعب عرضية، الله، بداية جديدة مع الهلال من الحمدان في كرة رائعة، لعب كرة باكورد بهذه الصورة، لكن التصدي طويلة بالأمام. الحمدان يترك كرة ما فيها تسلل، ومالكم يلعب كرة باتجاه الحمدان. التسديدة تمر سهلة من عبد، بأننا رأينا بعض الجماهير التي جاءت وحضرت مرتدية قمصان الهلال. الكرة ملعوبة على الجهة اليسار، العرضية لمنطقة الجزاء لكنها ركنية الهلال. سالم الدوسري، سالم يلعب كرة لمنطقة الجزاء، مرت الكرة من الجميع، ثم بعد ذلك حصلت إلى مالكم بعد أن ارتدت من المدافعين إلى سافيج. مالكم تحرك على الجهة اليسار، العرضية من مالكم والمتابعة. في 1923 الفريق انفصل عن ناديه الأم، وهذه كرة لعبت للهلال إلى عرضية لكنها تمر من المدافعين. هبوط، وكان أهم مبارياته في تاريخه ودية مع مثلا أولمبيك مارسي ويونغ بويز بيرن، لكن دائما تقريبا في 2018 بلغ الحلم الكبير TSG بالينغن حينما صعد إلى الدرجة الرابعة. اليسرى بتمريرة لعبت عند سالم الدوسري، سالم أعاد الكرة لناصر، الله، الهدف الأول في المباراة. شوف الكرة مرة أخرى، الهلال الذي جاء ليواصل حضوره وعزفا راقي جدا في كل مكان. إلى سالم من جديد، سالم إلى عبد الله الحمدان، والحمدان في تمريرة لكنها تمر إلى خارج أرضية من إحراز سافيج. الآن الكرة عند سافيج لينطلق بالكرة ملعوبة باتجاه مالكم، مرور السقوط يتقدم سالم الدوسري وينفذ كرة، ينجح في تسجيل هدف، معلنا معها سالم عن تقدم الهلال بثاني الأهداف عبر الأسطورة الكبيرة سالم الدوسري. الكرة بوسط الميدان، ناصر الدوسري بانطلاقة هلالية يمرر الكرة، الله يا ناصر، الله يا ناصر، الهلال في الشباك. شوف التمريرة الساحرة من ناصر الدوسري بين كل هذه الجموع من عناصر بالينغن. تمام الهلال من جانب مالكم يمرر الكرة في الطرف الأيمن إلى محاولة في الجهة اليمين، عرضية لمنطقة الجزاء التي بدأت مع هذه المباراة على الأقل في اللحظات الأولى من شوط المباراة الثاني. ثم في محاولة وتسديدة تمر على الجهة اليمين، بونو أخفق مع الكرة الماضية بونو ولكنها وصلت في أوروبا. يعني الآن بعد هذه التسديدة وربيع يتألق في التصدي الأول، ثم بالينغن. نتيجة 3-1. هذه متابعة متسيم الذي نجح في ثاني. كرة وصلت في الجهة اليمين، كايو سيزار مع محاولة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كايو سيزار كان كرة لعبت طويلة بالأمام وعادت هلالية. المالكي يلعب كرة سريعة للهلال في الجهة اليمنى، العرضية إلى عبد الله رديف والانطلاقة يقف خلفها الدوسري ليلعب كرة في الجهة اليسار رائعة، ثم محاولة متعب الحربي يسجل الهدف بانطلاقة القوية، ثم بعد ذلك التمريرة الساحرة التي وضعها بين يدي من اللون الأوروبي واللاتيني. وهذه كرة لزيد في محاولة لعبد الله رديف الذي ينجح الآن في